العلاقة بين الطبيب والمريض، دور المريض الفعال في مراقبة اختيار الدواء المعطى له، وهل هنالك تأثير لشركات الأدوية على قرار الطبيب في إعطاء الدواء الملائم للمريض؟ علامة استفهام. اليوم موضوع حلقتنا عن كل موضوع الوصفات الطبية والعلاقة بين الطبيب والشركات الأدوية. تعال نبلش على نوع هاي العلاقة. شو نوع هاي العلاقة؟ هل هي علاقة تعاون لصالح المريض؟ المفروض العلاقة تكون ما بين شركة الأدوية والطبيب هي علاقة تكافل وعلاقة الهدف الأساسي والرئيسي ومصلحة المريض. العلاقة بين الطبيب وشركة الأدوية هي علاقة تفاعل لصالح المريض. يعني اليوم لو كل مريض بده يمسك الدواء أكمول كل يوم أحد ولد صغير بيقدر ياخذ أكمول، بس الأكمول ممكن يعمل أمراض اللي تصل أمراض خطيرة جدا مثل فشل الكبد. لازم أو المفروض إنه المريض يعرفها، ولكن كمان بالإضافة المريض والطبيب. الطبيب طبعا أكيد. المريض إحنا بالنسبة لنا بصدد المريض كمان في هنا حتى اليوم شركات الأدوية، أغلب شركات الأدوية في عندنا ما يسمى بالنزاهة المهنية. أكيد. شكرا كثير لكم. بهيك انتهت حلقتنا. بنلتقي فيكم بحلقة جديدة وعلامة استفهام جديدة.